هقول لك انا عملت ايه واقول لك لو هاجي ابدا دلوقتي هعمل ايه. بدات من 2018 واول شغلانه جات لي في 2024. هساعدك في اي حاجه عشان تبيع. الناتج بتاع الايجنسي هو ان هيجي لك يا فلوس، يا هتوفر فلوس للعميل، او هتوفر له وقت. بوفر لك 10000 عايز 2000. لو جيت ابدا بقى من الاول خالص هعمل ايه؟ ازاي نعمل الحاجه بالاي اي؟ انت خلاص خلصت، شوف عميل تاني. نزلت ستوري على انستجرام، عملت اسك كويشن يعني، وجالي سؤال من محمد المهندس بيقول لي new successful ideas we can make it as an agency. دايما كنت بشوف نوع الكونتنت ده اللي هو ايه، فكره جديده نبداها، حاجه تشتغل دلوقتي. وايه هو اللي بيشتغل دلوقتي؟ ولما كنت اخش اي فيديو الاقي اجابه رخمه قوي، ان كله بيشتغل، ان كل حاجه بتشتغل، ان لو حطيت الوقت المناسب والمجهود المناسب هتشتغل. والحقيقه ان الاجابه الغلط دي هي الحقيقه، ان كل حاجه بتشتغل. وانت غالبا دلوقتي بتفكر تخرج من الفيديو، بس بدل ما اجي اقول لك انا ايه اللي بيشتغل، انا هاجي اقول لك انا عملت ايه خلاني اوصل ان انا عندي شركه في امريكا، وان انا بفتح شركه تانية دلوقتي اتكلم عنها في الفيديو الجاي. وهقول لك انا لو جيت ابدا من الصفر هعمل ايه. علشان في الفيديو اللي فات مع جاستن سالني سؤال، او انا اللي سالت سؤال، قلت له هتبدا من الصفر هتعمل ايه، وهو ساله لي وعجبني السؤال قوي، قال لي سؤالي. جاوبته بشكل جنرال، شكل من بره قوي، ما جاوبتوش بشكل مفصل او انا هعمل ايه بقى في الحوارق في اللحظه دي. فدلوقتي انا هقول انا هعمل ايه بقى في اللحظه دي. ده لو انا هاجي ابدا. انا بتبسط قوي يا جماعه لما في حد لسه معدي من ورايا، بتبسط قوي ان انا كنت زمان بتكسف اصور قدام حد. حاليا ماشي في الشارع، اي نعم احنا بالصبح بدري قوي فما حدش هيبقى موجود، بس قشطه يعني، واحد معدي من جنبي واصور عادي ممكن. اوكي، المهم هقول لك انا عملت ايه واقول لك لو هاجي ابدا دلوقتي هعمل ايه. لما جيت ابدا زمان انا جاوبت جاستن في الفيديو اللي فات، قلت له والله انا لو جاي ابدا هدور على خدمه بسيطه اقدر اقدمها للناس واقدر اتعلمها بسرعه. ساعتها كنت بعرف اعمل فيديو اديت، فدي خدمه بسيطه ما بتحتاجش وقت كتير قوي انك تتعلمها، تقدر تبداها بسرعه وتقدر تديها للناس بمقابل مادي. وده فعلا عملته، خدت الفيديو اديتنج ورحت داخل على اب وورك وبدات اقدم على شغل. بدات من زمان قوي، بدات من 2018 واول شغلانه جات لي في 2024 بمهزله يعني. وقلت له بعدها بعد ما ابدا اعمل شويه كابيتال، فلوس من البتاع ده، عشان انا معيش راس مال، ببدا من الصفر، هاخد راس المال ده وابدا اطور بيه من نفسي في التعليم بقى، سواء في الخدمه دي او في حاجه اسمها منتورشيب، ان انا هروح لحد بيعمل فلوس اونلاين ويعلمني ازاي الكونسبت ده بيتعمل. وده فعلا اللي عملته. رحت ودورت على حاجات اونلاين اقدر اشتريها واشتريتها، ودخلت وفهمت كونسبت الايجنسي. كونسبت ان انا مش بقدم سيرفيس واحده، لا، انا بقدم هي سيرفيس واحده بس اشمل اكتر وليها اوتكم. عشان الفيديو اديتنج انا بعمل لك فيديو بس، الاوتكم او الناتج بتاع الايجنسي هو ان هيجي لك يا فلوس، يا هتوفر فلوس للعميل. يعني انت هتجيب للعميل فلوس، او هتوفر للعميل فلوس، او هتوفر له وقت. واغلى حاجتين هو انك انت يا تعمل له فلوس يا توفر له فلوس. اصعب حاجه في الدنيا انك توفر فلوس لعميل او لشركه، اسهل حاجه انك توفر لها تايم او توفر لها وقت، واللي في النص انك تجيب لها فلوس. ليه اكتر حاجه بتجيب فلوس هي اللي بتوفر فلوس او بتجيب فلوس؟ علشان انت بتتعامل في فلوس. فانت والله انا بجيب لك 10000 عايز 2000، بوفر لك 10000 عايز 2000، حاجه منطقيه جدا، هو مش هيقول لك لا. فده اللي بدات اتعلمه وبدات افهم الكونسيبت ده ازاي. طب انا بعرف اعمل ايه؟ بعرف اعمل فيديو اديتنج. طب انا بفهم في ايه؟ بفهم في الكونتنت. طب خلاص تعالى نعمل. وده اللي عملته مع شريكي سيرجيو، اللي بتشوفه، اللي ممكن تشوفوه في الفيديوهات اللي فاتت، ان احنا عملنا كونتنت او برودكشن، كونتنت برودكشن ايجنسي. هي متخصصه في ان احنا هنصور، هنعمل فيديو اديتنج، هنعمل سكريبت رايتنج، هنعمل استراتيجي، هنعمل كل حاجه تتعلق بالاورجانيك كونتنت. والهدف بتاعها ان هي تجيب لك عملاء. ليه؟ عشان اقدر اطلب منك فلوس. ده اللي عملناه، وده اللي انا مشيت فيه واحده واحده. بس بدات منين؟ من فيديو اديتنج. وانا بقول جاستن الاجابه بتاعتي، قلت له ان انا وانا ببدا الايجنسي دي انا مش هحاول اعمل كل حاجه بنفسي، انا هحاول ادور على فريلانسرز كويسين بيعملوا الحاجه دي احسن مني، الا وهو بقى السكريبت رايتنج، الا وهو السوشيال ميديا مانجنج، الا وهو الفيديو اديتنج كمان، وهم اللي يجوا يعملوا لي الشغل ده. بس انا قلت فريلانسرز، ما قلتش فول تايم. ليه؟ عشان الفريلانسرز مش هيعملوا لي ريسك. يعني هم هيجوا اول ما يبقى في كلاينت، اول ما الكلاينت يدفع انا مش هدفع، هم هيعملوا الشغل، وبعد ما يعملوا الشغل وكلاينت ساتسفايد خدوا فلوسكم اهي، فانا ما حطيتش اي حاجه من جيبي لسه. انت فاهم الفكره؟ فده كونسبت اللي احنا مشينا بيه، وده الكونسبت اللي وصلني لحد دلوقتي للمكان اللي انا فيه. ده اللي عملته. لو جيت ابدا بقى من الاول خالص هعمل ايه دلوقتي حالا؟ جيت ابدا هعمل ايه؟ والله ما عارف. الغريب في الموضوع ان انا اوريدي بعمل الحاجه دي وببداها دلوقتي فعلا، فاقولها لكم ولا لا
بس انا عندي ايمان يعني ان مفيش حاجه اسمها ايه ده، دي فكرتي ايه الهبل ده، فكرتي ايه ده، متوره في كل حته ومليون واحد فكر فيها، ومفيش حاجه اسمها فكرتي. هو في حاجه اسمها حد جه نفذها احسن منك ولا لا؟ في حد اصلا اتحرك ونفذها ولا لا؟ وفي ملايين من الناس هتحتاج الفكره دي. فحتى لو في ناس كتيره خدتها، في سوق واسع، في سوق واسع. يعني في ناس كتير قوي بيقول لك ان الايجنسي اصلا، كونسبت الايجنسي بقى في كل حته. كل الناس بتعمل ايجنسيز، بس عمر ما عدد الايجنسيز هيغطي الديماند او هيغطي الاحتياج بتاع السوق. هقول لك بقى هنعمل ايه لو انا لسه جايب ده. قبل ما اقول لك انا هعمل ايه في اللي انا يعني لو هبدا من الصفر، برضو احنا الايجنسي بتاعتنا بنعمل ويب سايتس نو كودنج على حاجه اسمها سكوير سبيس وكذا بلاتفورم ثانيه. ان احنا بنعمل سيلز فانل. احنا بناخد البروسيس من اولها لاخرها، ان هو احنا مش بس كونتنت، لا هو احنا المين سورس بتاعنا هيبقى كونتنت اللي هيجيب العملاء، بس انا هجيب لك كل حاجه بقى قبلها. هعمل لك ويب سايت علشان تستقبل العملاء دي عليه. لو اضطريت اعمل لك سي ار ام هعمل لك. لو اضطريت هساعدك في اي حاجه عشان تبيع. فانت ممكن تاخد حاجه واحده من الحاجات دي وتقعد تعملها. هي كونتنت بس، هو فيديو اديتنج بس. انا متخصص في الفيديو، انا بماستر الفيديو اديتنج، انا بماستر الويب سايت. المصادفه الغريبه ان اللي سالني السؤال كان اصلا بيسالني كذا سؤال ليهم علاقه بان هو هيبدا ويب سايت نو كودنج ايجنسي، وقعدت اقول له ابدا ويبدا وبتاع، وبيسالني على فكره جديده دلوقتي. ده هيرجعنا للفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات بتاع النجاح، ان كل حاجه هتاخد في الاول انت متحمس خالص، وبعد كده تكتشف الموضوع صعب، وبعد كده تفشل. لا خلينا اخرج ادور على فكره تانية، عشان واضح ان الفكره دي مش شغاله، فانا هدور على فكره تانية شغاله دلوقتي. نيو ايديا. محمد عمل كلنا اللي كلنا بنعمله. انا هروح اشوف فكره جديده شغاله علشان انجح فيها. فيعيد تاني، يتحمس، يعرف الموضوع صعب، يفشل بتاع. مع انك لو زقيت سنه كمان انك تعمل ويب سايتس، دي حاجه ناجحه جدا وحاجه شغاله جدا وحاجه سهله جدا وحاجه ما فيهاش كاستمر سيرفيس، ودي احسن حاجه واسهل حاجه تعمل. ما علينا. لو جيت ابدا، غريب في الموضوع ان لو هاجي ابدا هعمل نفس الحاجه بالظبط بالظبط، عشان هي الفكره كلها ان الناس بتحاول تدور على حاجه جديده. الموضوع مش في الحاجه الجديده، الموضوع ان هو نفس الخطوات بنفس الكونسبت، واللي هيشغلها هنا هيشغلها هنا هيشغلها هنا بعد توفيق ربنا يعني. فانت محاسب، روح اعمل ده. انت فيديو اديتور نفس النظام. انت اي حاجه ينفع تتعمل اونلاين. انت مهندس، في كميه ديزاينات بتترسم. انت دكتور سنان، بيقول لك في حاجات بتترسم. كل واحد عارف مجاله، بس كل حاجه بتتعمل. وكمان انت لما تبقى فيري نيش قوي زي ان انت محاسب او دكتور سنان او مهندس، فانت مش في ناس كتير زيك، عشان انت محتاج تكون دخلت الجامعه وتعلمت الكلام ده، مش زي الماركتنج ولا الديجيتال ماركتنج ولا الفيديو اديتنج ولا الحاجات دي. بس بقى الحاجه التركايه الزياده دي، الحته الزياده اللي انا ممكن اقول لك عليها، ان ايا كان الخدمه اللي انت هتختارها، وده اللي انا بعمله دلوقتي، هو ان ازاي تاوتوميت الحاجه دي بالاي اي. فلو انا جاي ابدا دلوقتي هتعلم ازاي اوتوميت اي حاجه بالاي اي. يعني ايه اوتوميشن؟ يعني تعمل الحاجه اوتوماتيك من غير دخولك فيها، او بس انت بتعمل التريجر او الحاجه اللي بتنشط المنظومه، وبعد كده المنظومه بتطلع لك الناتج اللي انت منتظره لوحده. فازاي اتعلم الاوتوميشن ده؟ الاوتوميشن ده بيتعمل على حاجه اسمها make.com، بيتعمل على حاجه اسمها n8n. اتعلم يعني ايه اصلا نعمل الموضوع ده واعرض الخدمه دي. اخش انا بعمل اوتوميشن، باوتوميت اي حاجه انت عايزها. اي حد فيكم يا جماعه بيعرف يعمل اوتوميشن بالاي اي، بيعرف يستخدم n8n خصيصا او make.com، يبعت لي اهو. انا بقول لك اهو، ابعت لي. خش على انستجرام، او الانستجرام هتلاقيه تحت في الديسكربشن، خش ابعت لي وانا هتكلم معاك. وده بيدل على قد ايه دي حاجه مهمه. لو انت اصلا بس عندك السكيل بتاعه الاوتوميشن، ابعت لي ده اولا. ثانيا انت هتلاقي فرصه شغل كده كده. ولو زودتها على الحاجه اللي انت اوريدي بتعرف تعملها او اللي اتعلمتها، انت هتسبق اي حد فيها، علشان انت مش هتحط وقتك فيها تاني. انت فاهم قصدي؟ فبتسالني على فرصه جديده يا محمد، او لو انت اللي بتسال اللي بتتفرج، هتعلم اي اي. ومش هتعلم اي اي اللي هو انا بتضايقني قوي اللي هو ايه انا هتعلم اي اي. ده هنتعلم ازاي نعمل الحاجه بالاي اي، ازاي نأوتوميت الحاجه دي بالاي اي. ايه هي الحاجه دي؟ يعني انا مثلا دلوقتي عايزين حاجه ليها علاقه بالتاكسز، وحاجه ليها علاقه بالاكاونتنج وبتاع، ودي لازم نجيب شركه. فانا فكرت لا، انا هأوتوميت الموضوع ده بالاي اي، وهخلي اي انفويس داخل لنا واي حاجه اكسبنسز او مصاريف، سواء توظيف او سوفت وير او سفر او تخش على نفس السيستم ده، وهم اللي هيعملوا لنا كل حاجه جوه في الاي اي ايجنت. فلو في حد بيعرف يعمل الحاجه دي اهو، اديني بقول لك انا كلاينت اهو،
لو انت بتفهم في الاكاونتنج وعرفت تعمل اي اي سوفت وير تديهولي، فبدل ما انا اجيبك كاكاونتنت وادفع لك ثمن الاكاونتنت، هدفع ثمن ارخص انك هتديني بس سوفت وير. فانت كده هتقدر تروح لكذا كلاينت تديله السوفت وير ده، وانت بس تبقى بالكاستمر سيرفيس، انت مش بتعمل له حاجه. طب الاحسن والاحسن نرجع تاني، انت بتوفر فلوس، يا بتعمل لي فلوس يا بتوفر لي وقت. المحاسب بيوفر لي وقت وممكن يوفر لي فلوس، بس مش هيعمل لي، والله ممكن تعمل فلوس ما اعرفش في الحته دي يعني، بس المهم غالبا بتوفر فلوس مش بتعمل فلوس. لو عرفت تعمل لي فلوس، لو انت اصلا بتفهم في الميديا باينج وعرفت تستخدم الاوتوميشن في كل الكلاينتس او الليدز اللي داخلين عن طريق السي ار ام وعن طريق الاعلانات، وعملت اوتوميشن الموضوع ده كله عشان تعمل له كواليفيكيشن بقى، وان انت ازاي تحجز مكالمه مع العميل ده تاخد فلوس اكتر. انت كده قللت الوقت اللي بتحطه، ودي اهم حاجه بقى التانية دي، ان قللت الوقت اللي العميل بيستنى فيه عشان ياخد منك الناتج. بمعنى حتى ده في الايجنسي عندي، علشان ندي العميل منتج لازم نصور معاه، وبعد ما نصور معاه احنا لازم اصلا نعمل الاستراتيجي الاول، بعد ما الاستراتيجي بنصور، وبعد التصوير فيديو اديتنج بقى والبوست برودكشن والحاجات دي، وبعدها بيريفيو، وبعدها بنبوست. طب البروسيس دي بتاخد ايه؟ اقل حاجه اسبوع اسبوعين. فالعميل بيدفع الفلوس ما بياخدش حاجه في ايده وهو ماشي، فما بيحسش اصلا يعني. حتى اليكس هرموزي اتكلمت عنه كتير، بيقول لك ان الجولدن ايكويشن يعني، او ان احسن حاجه عشان تخلي العميل يحس بفاليو من الحاجات اللي تعملها انك انت تديله ناتج بسرعه، فاست وان. فلما تعمل حاجه بالاي اي هي اصلا برودكتايز، هي اصلا سيستم، وانس ان العميل دفع انت ممكن تديله خدمه على طول. وده ينطبق على الكونتنت، مع انه اصعب شويه بس ينطبق برضه على الكونتنت، وينطبق على اي سيرفيس تاني، ان هو ازاي تديله البتاع بسرعه، ازاي تديله الناتج بسرعه. لما تديله الناتج بسرعه هتعرف تروح تجيب عميل تاني. ما انت خلصت الكلاينت ده، فانت مش محتاج تعمل له كاستمر سيرفيس كتير، انت خلاص خلصت، شوف عميل تاني. بدل ما بتضيع وقتك معاه، انت بتضيع الوقت ده انك بتشوف عميل تاني تالت ورابع وهكذا. حسيت الموضوع دخل في عمق قوي، بس هي كلها عباره عن كونسبت. انت لما بتيجي تعمل الايجنسي انت بتدور على اول حاجه، انا عايز اساعد حد. الحد ده مين؟ وانا هساعده ازاي هساعده؟ هل هساعده بكونتنت؟ هل هساعده باعلانات؟ هل هساعده بمحاسبه؟ هل هساعده بقانون؟ هل هساعده بايه؟ بعد ما اعرف اساعده بايه، هشوف انا هل هعملها لوحدي ولا محتاج تيم. فانا هعملها لوحدي، طيب، او هعملها بتيم، فايه التيم اللي انا محتاجه؟ هستخدم اي اي. طب ازاي هطبق الاي اي عليه عشان اخليه اسرع؟ انت فاهم قصدي؟ طيب هجيب بقى العميل ده ازاي؟ هدور عليه ازاي؟ فهي كلها كونسبت واحده، بس التريك اللي انت تقدر تحطها على اي كونسبت منهم هو AI automation solution، انك ازاي تأوتوميت كل حاجه. لدرجه اصلا ان انت لو حابب تبدا بان انت ديجيتال سولوشن اي اي صرف، وبيجي لك اي عميل تعمل له تيلر سولوشن، ممكن تعمل كده. تيلر سولوشن لو انت تعمل له حاجه هو طالبها هو عايزها، ما انت عندك السكيل خلاص، انت بتعرف توتوميت اي حاجه، فهتعرف تعملها له. بس دي اوحش حاجه تقدر تعملها لنفسك، علشان انت كده هتضطر تعمل حاجه جديده كل مره مع كل عميل. يعني الاحسن انك تعمل حاجه مره واحده بس وتقعد تبيعها، كده تعرف تسكيل احسن. الفيديو ده اكتر حاجه غريبه في فيديوهاتي ان هي مش مترتبه، مفيش سكريبت. انا حرفيا بطلع اقول الكلام ده قدام الكاميرا، كل ما بتكلم مع حد يقول لي ده مستحيل، لازم سكريبت. بس انا ما بعرفش اعمل سكريبت، مش هحفظ سكريبت، انت مجنون؟ هكتب سكريبت؟ انا لو بدات اكتب سكريبتات واحفظها مش هصور. هي الفكره كلها ان انا الفكره بتجيلي بخش اكتب. انا عايزكم تعملوا زي محمود وتخشوا تسالوني على انستجرام اي اسئله انتوا عايزينها، عشان دي بتفتح ليكوا اجابات، وبتفتح ليا كونتنت، بتفتح للناس، كله مستفيد يعني من الاخر. فخش على انستجرام سالوني اي سؤال انتوا عايزينه. لو لقيت ان السؤال يتعمل عليه كونتنت هعمل كونتنت يعني ابيسود عليه او فيديو عليه. لو لقيت لا مش هينفع ممكن ارد عليك انت لوحدك. بس طبعا لو عايز تسالني اعمل لي فولو يعني، ما تبقاش بيكس الرخامه دي. anyway، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب بقى والشغل ده، وخشوا شوفوا حلقه جاستن اللي فاتت. ده شاب عنده 22 سنه عمل $400,000 في شهر من الشهور اللي كانوا بيشتغلوا فيها، عملوا ريفينيو عالي جدا. السنه الجايه ان شاء الله يعملوا احسن. الحلقه اللي فاتت الترجمه كانت فيها مش احسن حاجه، فاحنا بنشتغل على نفس الحلقه دي ونعمل لها ترجمه احسن. فاللي في الانجليش شويه يخش في الحلقه بالانجليش، اللي ملوش يستنى الحلقه الجايه وهتعجبكم. بس بحبكم.